مش معقول اللي بتعمليه يا سماح ده، مش معقول اشد حيلك يا سماح. ما كانش ليا غيرها يا عماد. حبيبتي احنا مالناش غير بعض. ربنا ما يحرمنيش منك يا عماد. يا حبيبتي ربنا عوضك بنجاحك، ودينا مسافرين عشان ندخلك الجامعه. مفيش حاجه تعوضك عن موت امك وابوك. اكيد اكيد يا حبيبتي، بس دي سنه الحياه. امال انا اعمل ايه؟ اللي طلعت في الدنيا ولا لقيت ليا اب ولا ام. ابويا كان مستعجل قوي على جوازنا، زي ما اكون حاسس ان هو هيموت هو وامي في شهر واحد. يا سماح بطلي التفكير في كده، التفكير في كده هيتعبك. اهو القطر جه، يلا بينا. فرنساوي ده انا احطك تحت منه. ماشي يا معلم جعفر. خلاص ماشي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. ازيك يا اهلا ازيك يا عماد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. ايه يا عم منورين اسكندريه. الله يسلمك يا معلم بغير. البقاء لله يا مدام. حياتك الباقيه. تأمرني يا اخويا يا عماد اللي انت عايزه، طلباتك. انت عارف انا لسه جاي اسكندريه والظروف معايا لسه ما اتظبطتش، فكنت عايز شقه يكون سعرها حنين كده. بس كده؟ انا هديك في العماره الجديده اللي انا ساكن فيها عشان تبقى قصاد عيني. حبيبتي ترخلي ايه النهارده؟ الاكل اللي انت بتحبه يا حبيبي. بموت فيك يا سماح. وانا كمان بموت فيك. انا بخاف عليكي من الهوا الطاير. وانا ما بخافش طول ما انت جنبي. بحبك قوي يا سماح. وانا كمان بحبك قوي. بموت فيكي. وانا بموت فيك قوي قوي قوي. خليكي جنب مني. مفيش حاجه هتفرقنا عن بعض ابدا. انت عارفه ان في حاجات كتير قوي في حياتنا شبه بعض. فعلا انا شفت كتير وانت شفت اكتر. اطمن يا عماد، مفيش حاجه تقدر تبعدنا عن بعض ابدا. نفسك في اول مولود لينا يكون ايه، ولد ولا بنت؟ نفسي في ولد ويكون شبه ويكون حلو قوي عشان احبه قوي. مين ده؟ ده علي زميلي، عماد جوزي. ايه اللي اخرك ده كله؟ ابدا، انا كنت بلاقي المحاضره بس من علي زميلي. يا سلام، يعني انا واقف مستنيك ودماغي عماله تجيب وتودي وانت واقفه مع سي علي؟ يا جميل ده انت طلعت جامد قوي.
بتكلمي مين في التليفون؟ تليفون ايه؟ انت عارف ان انا معيش تليفون يا عماد. في ايه مالك؟ ايه اللي جاب ابراهيم هنا؟ ابراهيم مين؟ ابراهيم المقاول. ابراهيم ما جاش هنا. انا لسه شايفه خارج من باب العماره دلوقتي. طب ما هو ليه الشقه هنا؟ مش ضروري يجي عندنا. ممكن تقولي لي احنا ما خلفناش لحد دلوقتي؟ اسال ربنا وقول له ما خلفتش لحد دلوقتي ليه؟ احنا بقالنا سنه ونص متجوزين يا ست هانم. ما انا قلت لك اروح للدكتور وانت ما رضيتش. ما هو ما ينفعش تروح للدكتور. عماد مش معقول كده. انت عازلني عن العالم زي ما كنت طير مربيه في قفص. حبيبتي انا بخاف عليكي، انت مش قد مكر الناس هنا. ليه كل ده؟ انت محسسني ان احنا جينا مدينه الاشباح وتشكك زيادة عن اللزوم. اهي بلد زي اي بلد، فيها الوحش وفيها الناس الطيبه. ولاد الحرام ما خلوش ولاد الحلال حاجه. اللي انت بتعمله ده هو اللي حرام. بعمل ايه؟ بالظلم السوق في الناس كلها. ده انت حتى مش مخليني امسك تليفون في ايديا. بروح الكليه وبرجع وانت ماسكني في ايديك. وتعملي ايه بالتليفون؟ افرض تهت منك، افرض اتاخرت في شغلك، عايزه اطمن عليك، عايزه اكلمك. ايه يا عماد افندي فينك يا عم؟ ايه مالك؟ باين عليك متضايق. يعني عندك مشاكل في الشغل؟ لا. يبقى عندك مشاكل في البيت اكيد. عرفت منين؟ ما هو مفيش غير كده، الراجل فينا مفيش حاجه بتعكننه غير مشاكل البيت او الشغل. مش عارف، انا شاكك في سماح مراتي. ايه؟ لا ده انت كده تعبان قوي يا راجل، دي مراتك آية من السما. ده انت من ساعة ما جيت واشتريت مني الشقة دي ما شفتهاش خارجة غير معاك. يا راجل بقى حرام عليك. حرام عليا ايه؟ انت بتدافع عنها كده ليه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا عماد، اتكلم كلام عقلين. ها؟ انا شاهد على جوازكم وشاهد كمان على وصية ابوها ليك. وصاك تحافظ عليها وتحطها في عينيك ومات. ومن يوميها وانت حاطها في عينيك فعلا. مش عارف ايه الحكايه، بقالي سنه ونص متجوز وما خلفتش، ودماغي بقت تيجي فيها افكار غريبه، وانا كمان حاسس ان هي من ناحيتي اتغيرت خالص. تمام، ما تروح للدكتور يا عماد. مساء الخير. مساء النور. حضرتك عايزه مين؟ حضرتك الاستاذ عماد مجدي؟ ايوه موري. انا مرات ابراهيم المقاول، جيت اطمن على مدام سماح. اهلا بحضرتك، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اهلا بحضرتك. الف سلامة عليك. مرات ابراهيم المقاول، جاي تطمن عليك. اهلا. انا من الصبح وانا تعبانه، حاسه ان انا مش مظبوطه خالص. جالك برد ولا ايه؟ ما انت كنت نايمه امبارح زي الفل. مش عارفه بس تعبانه قوي. برد ايه يا استاذ عماد؟ ده انت شكلك هتبقى اب قريب، والله انا وشي حلو عليكم. طب مالك اتخضيت كده ليه؟ حالا دلوقتي هجيب
خنتيني يا سماح؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عماد؟ خنتك يعني ايه يعني يا عماد؟ انا لسه جاي من عند الدكتور، كنت حقيقة هي ما بخلفش، انا عقيم. مش معقول، مش ممكن، اكيد مش انت، اكيد حد تاني. امال مين؟ خنتيني مع مين؟ خنتيني مع مين؟ انا العظيم ما خنتك، والله انا خنتك يا عماد، انا بجد. انا هقتلك، ولو ما قتلتكيش هقتل نفسي. حاولت احافظ عليك بكل قوتي وما عرفتش. الحقني يا عماد، انا ما خنتكش، والله العظيم. انت مكشف تقريبا يا استاذ امان. مبروك يا استاذ امان، هتبقى اب يا سيدي. يا خاينة، يا خاينة، يا خاينة، لازم تموتي، لازم اموتك، يا استاذ لازم اموتك يا خاينة، لازم اموتك يا خاينة. موتها؟ ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي عملته يا امان؟ معاك بطاقه؟ عايز حاجة يا عماد؟ عاوز اشوف سماح. ولا ايه؟ سريري محدش يشوفك، رحت وقلت عدوني يعني. اهو ما بجد حيله يا ولد. اركب اركب ونتكلم في السكه.
باين عليك الحب يا خال والندم. يا ريتني فضلت خالي يا عوض. شفت؟ انا كلامي ما ينزلش الارض ابدا. ايه اللي حصل معاك؟ يا ريتني سمعت كلامك يا عوض. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل الندم. بص لقدام وخلي قلبك قوي. خلاص ما بقاليش قلب ومش هعرف السماح. هي فين سماح؟ خانتني يا عوض. قتلتها؟ ايوه قتلتها. كان قلبي مش مرتاح من ناحيتها من الاول، وقلت لك تعالى واشتغلي معاي، قلت لي لا انا ما اشتغلش تاجر مخدرات. كنت عايز اعيش بالحلال بدل ما افضل طول عمري خايف وهربان من الحكومه وعايش مع المطاريد. اديك رحت ورجعت قاتل وخايف من الحكومه. كانت يتيمه يا عوض وملهاش حد غيري. اهو قلبك الطيب ده هو اللي خلاها تضحك عليك وتستغفلك وتخونك. والخيانه حرام. اديك مشيت في طريق الحلال وهي اللي سدته عليك بالحرام. النصيب، كل شيء نصيب. انما انا يا عماد لسه مدد لك يدي وبقول لك تعالى واشتغلي معاي ونعيش في الجبل، وهو تبقى بعيد عن عين الحكومه. مفيش غير كده يا عوض، مكتوب عليا السكه دي ومليش اختار. مين هتبعت معاه البضاعة في العملية الجاية؟ الراجل اتصل كذا مرة من اسكندرية بيستعجلنا. مفيش غيره، عشان عزمي دي عارف حاجات كتير زيادة عن اللزوم وهيضيعنا كلنا، واللي يخون مرة يخون التانية. بس عماد هربان من قضية قتل في اسكندرية، مش بتقول مموت مرته؟ ما احنا كلاتنا هربانين وانت نفسك جاي هربان ودينا عايشين. ما هوش حمل العملية دي يا عوض. انا بعته يدور على الكلب اللي اسمه عزمي ويجيبهولي ويحطه هناك تحت رجلي. فكرك هيلاقيه؟ محدش عارف له سكة من ساعة ما ضيع مننا النقلة اللي فاتت وفتن علينا للحكومة. لولا ستر ربنا ما كنا عرفنا فلتنا انا وانت. لو قدر يجيبهولي يبقى هيقدر على اي حاجة بعد كده، وهقدر ابعته بالبضاعة وانا مطمن. خش يا كلب. ارحمنا يا معلم عوض، ارحمنا، بص ايدك يا معلم عوض. اني غلطان في اللي عملته يا عماد؟ لا يا معلم عوض، الخيانه ملهاش غير حاجه واحده، القتل. اسمع، مفيش حد غيرك دلوقتي اقدر اعتمد عليه. انت بقالك 6-7 سنين شغال معايا وعارف عني كل حاجه. تحت امرك يا معلم عوض. كفايه ان انت خبيتني 6-7 سنين معاك من جريمه القتل اللي انا هربان منها. جهز نفسك، هبعتك بالبضاعه بكره اسكندريه. اسكندريه؟ ايوه اسكندرية يا عماد، انت راجل جدع، كنا شايلينك للتقيل. ولو حصل لك حاجه او اتمسكت انا رقبتي سداده وهقف جنبك على قد ما اقدر. اللي تشوفه يا معلم عوض. اسمع يا عماد، مفيش حاجة في الدنيا بايدينا، بس أهم حاجة ما تبصش وراك، فاهم؟ أبدا.
الأمانة. وصلتها. المعلم عوض ايه أخباره؟ الحمد لله تمام بخير. أنا سمعت إن أنا اللي فاتت راحت منه. ما تخافش على المعلم عوض، المعلم عوض ما عاش بالسهل. سلامات، طريقك أخضر. اسمع. سماح كده برضه يا عماد تسيبني 6 سنين لوحدي؟ مش معقول، انا بحلم. ايوه، اللي حصل ما حصلش ولا في الاحلام. انا كنت فاكره نفسي ان انا موتك. لا، اغمى عليا وصحيت ادور عليك 7 سنين ما لقيتكش الا بالصدفه. طول الوقت ما كنتش مصدق نفسي. اموت نفسي، اموت اجمل حب في حياتي. طول الوقت كنت حاسه انك حاسس بيا، تايه عني بتدور عليا. طول الوقت اللي فات ابراهيم كان بيدور عليك علشان يقولك التحليل اللي انت خدته غلط. سامحيني، سامحيني يا سماح، انا ظلمتك وظلمت نفسي. الخوف خلاني اجري وما بقتش عارف رايح فين. فضلت اجري سنين وعايش مع هربانين ومجرمين. انما الحياة مش دايما بتظلم، ساعات بتضحك لنا. مسامحاك والله العظيم، مسامحاك. خلفت وذاكرت ونجحت واشتغلت. كان عندي ايمان اني بحبك وان احنا على ميعاد.